السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أنا عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي. حضرتك رغم صغر سنك، وأكيد طبعا ليك حياتك الشخصية زينا، يعني حضرتك أصلا سنك تقريبا مقارب لينا، يعني ويمكن تكاد تكون إن في ناس أصلا معانا في السيشن دلوقتي قد حضرتك، وكمان أنا حضرت مع الدكاترة اللي حضروا قبل كده وهم أكبر منك في السن، بس رغم كده هم حضروا واستفادوا منك احسن من ناس تانية بكتير، رغم ان هو كان اونلاين بس هم استفادوا احسن من جميل. حاجات تانية هم حضروها بالفعل مع ناس تاني بره. جميل، حلو خالص. حضرتك بقى قدرت تعمل ده ازاي في وسط الدراسة؟ احنا عارفين ان دي اخر سنة حضرتك في سنة رابعة، دي اخر سنة ليك. المفروض انك هتمتحن معانا، والمفروض انك بتمتحن وبتذاكر وبتدي الكورسات وكل الكلام ده. حلو خالص. فانا المفروض عن ان انا نفسي اجاوب عايزة بقى. اعرف يعني وفقت في كل ده ازاي. سريعا كده، هو حقيقي يعني اولا مفيش حاجه طبعا بترجع الفضل ليا، كل الفضل بيرجع لربنا في الاول، دي حاجه تمام. ثانيا ممكن اكون مثلا انا ما عنديش على فكره معلومات زيكم، انتوا ممكن تكون عندكم معلومات كتيره جدا اكتر مني. انا ما اقدرش اقول طبعا عندكم معلومات او عندي انا معلومات اكتر منكم، بالعكس طبعا انا اقل واحد فيكم، بس هي ممكن تكون فيها حاجه صغيره، بس ايه هي ان انا بدات في بعض الاعمال التطوعيه او بعض الشركات او بعض الكورسز، وانا كان سني صغير، كنت لسه بقى في سنه اولى كليه، وكنت بسافر بقى القاهره واحضر بقى ايفنتس بقى في الاي تي اي، وكمان بحضر ايفنتات بقى في ناس بقى من الهند وناس من كندا وناس من المانيا والكلام ده كله. فاخدت زي ما تقول كده ايه اكسبيرينس بقى كده منهم، واخدت ازاي الناس بتتكلم، وازاي نقف على ستيج فيها 1000 واحد ونقدر نتكلم، وازاي نقدر نوصل المعلومة لل1000 واحد دول، وازاي نقدر نخلي ال1000 واحد يطلعوا وهم مستفيدين بقدر كبير جدا من الاستفادة. بس طبعا اوريدي دي ما بتجيش من خطوة وباتنين وبتلاتة، لا طبعا دي تيجي طبعا ايه زي ما يقولوا كده بالتدريب. فطبعا كل واحد فينا مش هينفع يطلع السلم من اوله، او سوري من اخره لاوله، لازم طبعا يبدا كده من الاول خالص، يبدا كده خطوه بخطوه، ايا كان بقى هو سنه كام، او ان ايا كان بقى هو عمره قد ايه. على فكره يعني هي مش شرط انك تبدا وانت سنك صغير، او مش شرط انك تبدا وانت سنك كبير، اهم حاجه انك تبدا بس مش اكتر يعني. انا كنت بحضر ايفنتس وكنت بحضر سيشنات اوريدي، كان واحد معايا كان عنده 54 سنه وبيحضرها معايا وانا عندي 19 سنه، فدي كانت حاجه كويسه بالنسبه لي. مش كده بس، كمان انا دلوقتي يعني بفضل الله انا لما كنت بدرس في الاي تي اي تبع وزاره الاتصالات، انا اوريدي كانت الناس اللي بتحضر معايا كان ناس اكبر مني، كان ناس عندهم 26 سنه 28 سنه 40 سنه كمان كان في ناس منهم كان قدي في الدفعه بتاعتي، انا اللي كنت بشرح لهم. يعني هم دلوقتي في الدفعه بتاعتي بيروحوا يحضروا محاضرات وبيجي يحضروا معايا السيشنات. فدي كانت بالنسبة لي كانت هي الخطوة الزيادة اللي أنا عملتها، بس مش أكتر، إني كنت إيه بحضر زي ما قلت لكم كده إيفنتس، وكمان كورسز، حاجات في الأي تي أي بقى في القرية الذكية في القاهرة، وكمان حاجات بقى في الجيزة بقى، وزي ما يقولوا كده كنت إيه اللي هو ناشط شوية زي ما بيقولوا يعني. فدي أوريدي ممكن تكون هي حاجة زيادة، بس اللي أنا ممكن أكون زيادة عنكم فيها، لكن أنتوا أوريدي عندكم كمان معلومات أكتر مني، وأنا أقل واحد فيكم الحقيقة يعني. يا رب أكون بس قدرت أجاوب يعني، يا رب يعني. انا كده بحاول يعني ايه الف حوالين الموضوع يعني، علشان ايه ما تاخدوش سر الخلطه زي ما بيقولوا يعني. ما احنا عايزين سر الخلطة عشان يمكن في يوم من الأيام كده نبقى زي حضرتك، إنك تبقى موفق بين حاجتين يعني. ويعني مش مثلا في ناس بتبقى ماسكة في حاجة مثلا بعيدة عن الدراسة وبتبقى سايبة الدراسة فبتهملها، لا حضرتك ماشي في الاتنين ومكمل فيهم يعني. ما فهمني قلت المعلومة لكم واصلة. والله، قلت لكم هو بس فضل من ربنا بس مش اكتر يعني. هو بص، ما دام ونعم انت بالله. ما دام انت بس كده يعني في حاجات بتعملها كده زي ما يقولوا كده ايه لله يعني، او مثلا في حاجات انت بتخلي مثلا
النية بتاعتك خالصة لله، فخلاص انت هتلاقي اصلا ربنا بييسر لك كل الامور دي لوحدك. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: サブスクライブ、ライク、コメント、フェイブルト。زي ما بقول لكم كده والله بجد يعني، كل الناس بتدخل اولا، في ناس بتحتاج مثلا ان هي تدور مثلا على شغل وكورسات ومش عارف ايه الكلام ده كله. انا في الاول كنت احب احضر كورسات كتيره جدا، وكمان كنت بحضر مع ناس سنهم اكبر مني بكتير عشان اقدر استفيد من خبرتهم. لكن دلوقتي بفضل الله يعني في شركات كتيره الحمد لله، يعني بفضل الله يعني كله بفضل الله طبعا، هي اللي دلوقتي اللي بتدور عليا. وحقيقي يعني عشان بس تبقوا عارفين، كل اللي انتوا تعرفوه عني ما يجيش مثلا نص الحاجات اللي انا بعملها، بس في حاجات تانية اوريدي برضه لسه انتوا ما تعرفوهاش برضه. فيدباك صغيرة، يعني زي ما يقولوا كده اللي هي ختامها مسك. فأول ما عرفت إن هي آخر سيشن جيت وخلصت السيشن اللي عندي وجيت تاني. جميل جدا. فحقيقي ميرسي جدا جدا على كل السيشن اللي فاتوا دول وكل المعلومات اللي استفدتهم جدا. والجوجل فورم أصلا هي ما كانتش من السيشن، بس يعني قلتها لي لو أنا يا دوب بس جاست سألت فقلتها لي. حقيقي ميرسي جدا ليك والله، وعلى تعبك ومجهودك وكل السيشن اللي موجودة دي، وطريقة توصيلك للمعلومة نفسها. يعني دي أصلا أهم بوينت أصلا في السيشن كلها. لو أنت هتفهمه يعني تفهمه مهما حصل إيه، فبطريقة بسيطة جدا جدا المعلومة بتبقى خلاص وصلت وتمام. وبالبراكتس بقى كله والجزء العملي كله. فبجد ميرسي جدا جدا على السيشن القمر دي. ربنا يكرمك كده يعني والله، يا رب يكون الجميع يستفاد يا رب. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.